الاثنين 6 يونيو 1988. صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل سيدي محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد، يغادر في حفظ الله ورعايته عاصمة ملكه في اتجاه مدينة طنجة، ومنها إلى عاصمة الجزائر، حيث سيشارك إلى جانب إخوانه ملوك وأمراء ورؤساء العالم العربي في أشغال القمة العربية الطارئة. وبساحة العلويين بالرباط، استعرض جلالة الملك تشكيلة من القوات المسلحة الملكية التي أدت لجلالته التحية الرسمية. وبعد ذلك تقدم للسلام على صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الوزير الأول الدكتور عز الدين العراقي، ووزير الداخلية والإعلام السيد إدريس البصري، ووزير النقل السيد محمد بوعمود، ووالي صاحب الجلالة على الرباط وسلة السيد عمر بن شمسي. وبمحطة القطار كان في توديع العاهل الكريم السيد أحمد بن سودة مستشار صاحب الجلالة، والسيد عبد الهادي بوطالب مدير منظمة الإسسكو، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، ورؤساء وأعضاء المجلسين الإقليمي والبلدي والعلمي، وشخصيات أخرى جاءوا ليباركوا كل خطوة يخطوها جلالة الملك من أجل لم الصف العربي، ومن أجل توحيد كلمة الأمة العربية، وبالتالي مواجهة التحديات التي تعرفها الأمة العربية، لأن قمة الجزائر تنعقد في ظرف يبعث على الأمل ويبعث على التفاؤل بعد التطورات الإيجابية التي عرفتها الساحة العربية خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تجاوز العديد من الخلافات التي كانت تعكر صفو العلاقات العربية. ومن الأكيد أن تنعكس هذه المستجدات على نتائج القمة العربية. وفي حفظ الله ورعايته يتوجه جلالة الملك على متن القطار الملكي نحو مدينة طنجة. وفي الساعة 1:30 بعد الزوال من نفس اليوم، وبميناء مدينة طنجة، خصص استقبال رائع لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله، حيث وقفت آلاف الجماهير من أبناء هذا الإقليم لتحية مقدم جلالة الملك، ولتؤكد لجلالته وفاءها وتعلقها بالعرش العلوي المجيد. خصص سكان الإقليم استقبالا حارا لجلالة الملك، حيث اصطف عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات بجنبات الطرق المجاورة لممر السكة الحديدية على طول شاطئ طنجة وشارع الجيش الملكي وساحة المسيرة الخضراء وداخل الميناء. جلالة الملك استعرض تشكيلة من الحرس الملكي التي أدت له التحية الرسمية.
ثم تقدم للسلام على جلالة الملك حفظه الله أعضاء الحكومة، يتقدمهم الوزير الأول الدكتور عزدي العراقي، وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بالرباط، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والسلطات الإقليمية القضائية والمدنية والعسكرية، وأعضاء المجلس العلمي بمدينة طنجة. كما كان في توديع جلالة الملك بميناء طنجة كبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية. عامل صاحب الجلالة على إقليم طنجة يقدم للعاهل الكريم أعضاء السلطات المحلية بالإقليم. في هذا الجو الحماسي الكبير يغادر جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله مدينة طنجة متوجها في حفظ الله ورعايته إلى العاصمة الجزائرية. على الحج ويتقدم للسلام على جلالة الملك وزير الصيد البحري والملاحة التجارية السيد بن سالم السميلي، وطاقم الباخرة مراكش التي ستقل جلالة الملك إلى العاصمة الجزائرية. وتحية من العاهل الكريم إلى أبناء شعبه الأوفياء هنا بمدينة البوغاز. وبسم الله وعلى بركة الله، ومن مدينة طنجة تنطلق رحلة النصر. من طنجة يتوجه جلالة الملك إذن إلى العاصمة الجزائرية،
وهي أول زيارة يقوم بها جلالة الملك للجزائر منذ سنة 1973، حيث احتضنت العاصمة الجزائرية قمة عربية، وهي القمة التي أكد فيها العاهل الكريم في الخطاب الذي ألقاه بالمناسبة وقوف المغرب اللامشروط إلى جانب القضية الفلسطينية. وها هو اليوم يعود مرة أخرى إلى العاصمة الجزائرية ليؤكد جلالته مواقف المغرب الثابتة لنصرة الحق، حيث إن مشاركة جلالته في هذه القمة والتي تأتي أياما قليلة على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر لها أكثر من دلالة ولها أكثر من مغزى. وكل المراقبين وحوالي 600 صحفي جاءوا من كل جهات المعمور كانوا ينتظرون حلول جلالة الملك بالعاصمة الجزائرية، وبالتالي ينتظرون نتائج عملية وإيجابية لهذه القمة. فالعاهل الكريم بفضل حكمته وبفضل تبصره وبعد نظر جلالته ما فتئ يعمل جاهدا على نصرة القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي مقدمتها تحرير القدس. وانطلاقا من المواقف الثابتة للمملكة المغربية، كانت كل الأنظار متجهة صوب ميناء الجزائر وصوب الباخرة الملكية التي أقلت جلالة الملك من ميناء مدينة طنجة إلى العاصمة الجزائرية. وبعد رحلة دامت حوالي 24 ساعة وصلت الباخرة الملكية في حفظ الله ورعايته إلى ميناء العاصمة الجزائرية. وقد وقف عشرات الآلاف من أبناء الجزائر في انتظار وصول الباخرة الملكية وفي انتظار وصول صاحب الجلالة لتحية جلالته وللترحيب بجلالته على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يرد بيديه الكريمتين على تحايا أبناء الشعب الجزائري الشقيق. ميناء العاصمة الجزائرية وقد زين بأعلام الدول العربية، زين أيضا بصور جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس الجزائري السيد الشاذلي بن جديد. وقد كان في مقدمة مستقبلي العاهل الكريم بميناء العاصمة الجزائرية الرئيس الجزائري السيد الشاذلي بن جديد وكبار المسؤولين في الحكومة الجزائرية. وعناق حار
بين قائدين عربيين كبيرين، عناق حار بين جلالة الملك وأخيه فخامة الرئيس الجزائري. لحظة تاريخية، لحظة هامة في تاريخ البلدين الشقيقين. ويتقدم أعضاء الحكومة الجزائرية للسلام على العاهل الكريم وللترحيب بجلالته على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. هنا بالجزائر خصص لجلالة الملك استقبال حار، بل استقبال متميز، مما جعل الصحافة الدولية تؤكد أن حرارة هذا الاستقبال وأن هذا الحدث طوى 12 سنة من الخلاف بين البلدين، وأن المصالحة المغربية الجزائرية لم تعد مجرد حلم، مؤكدة أن زيارة العاهل الكريم للجزائر تعتبر بدون شك التعبير الأكثر جلاء عن الطموح نحو تحقيق الوحدة المغاربية. الجالية المغربية بالجزائر كانت حاضرة في هذا اليوم، وخصصت بدورها استقبالا حارا لصاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وتحية العلم. كانت هذه تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين المغربي والجزائري. وقد استعرض صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله وفخامة الرئيس الجزائري السيد شادلي بن جديد تشكيلة من الحرس الجمهوري جنبا إلى جنب. وهكذا يبقى أهم ما ميز اليوم الأول من القمة العربية الطارئة التي احتضنتها العاصمة الجزائرية هو وصول صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله ومشاركة جلالته في هذه القمة. وقد خصصت الجالية المغربية المقيمة بالجزائر استقبالا حماسيا كبيرا للعاهل الكريم، وأكدت تشبتها الدائم بالعرش العلوي المجيد وبجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله.
7 يونيو 1988 العاصمة الجزائرية شدت إذن إليها أنظار العالم.